قررت أول مرة في حياتي أبدو إعجابي بعمل ما. يعني أخيرا هقول إن في عمل عجبني، وهو العمل اللي عملته الأستاذة ريهام عبد الغفور للمنتجين عشان يخلوها تمثل 30 مسلسل في شهر واحد. وإحقاقا للحق برضو لازم نقول إن ريهام عبد الغفور هي أفضل ممثلة في الفترة دي، بسم الله ما شاء الله. يعني إحنا ما بنقرش ولا حاجة. لكن أنا قاعدة بتفرج كده على أفلام قديمة وعمالة أقلب في التلفزيون، لقيت فيلم اسمه الحب المحرم بتاع شكري سرحان، واللي كان بيحب فيه ميرفت امين ودخل في علاقه مع امها. فقلت يا ساتر يا رب، ايه ده؟ هي الدنيا جرى فيها ايه؟ وقمت قلب القناه بسرعه، فجاه لقيت مسلسل العشق الممنوع شغال. ولقيت مهند بيحب مرات عمه وعايز يتجوزها. فقلت يا ساتر يا رب، هي الدنيا جرى فيها ايه؟ قمت قلبة القناة فلقيت مسلسل أزمة منتصف العمر، فقلت اتفرج عليه بقى، ده مسلسل مصري واكيد فيه ما فيهوش مناظر كده ولا اي حاجة ولا سيكو سيكو. فلقيت كريم فهمي بيعمل كده، فقلت يا ساتر يا رب، هي الدنيا جرى فيها ايه؟ وقمت قلب القناة وفتحت التليفون وقلت اجرب اهرب بقى للواقع الالكتروني واجربه. فلقيت الفيسبوك كله بيبارك للاستاذة ريهام عبد الغفور على طفلها الجديد، وبيقول لها يتربى في عزت مين؟ فانا ما فهمتش عزت مين، ده ابو الطفل ولا ايه؟ فاكتشفت غالبا انه هيكون ابو الطفل وجده في نفس الوقت. فقلت اوب، جدل بقى، يلا ايه، جات لي شغلانه هتجهز اهي واموت انا بقى. وقمت راجعه للقناه تاني فلقيت كريم فهمي لسه بيعمل فقلت يا ساتر يا رب، هي الدنيا جرى فيها ايه؟ بس مضطره اتفرج. واول مشهد في المسلسل لقيت ريهام عبد الغفور بتتجوز. فقلت يا ساتر يا رب، زي كل المصايب اللي بتحصل اليومين دول في المسلسلات. اما ريهام عبد الغفور بتتجوز، وبعد كده لقيت رنا رئيس بتتجوز. فقلت يا ساتر يا رب، اصلها بتتجوز كريم فهمي اللي اكبر منها ب20 سنة. ورغم ان ده خط درامي مبني عليه احداث كتيرة برضو، بس الحوار كان يعني برضو مريب شوية. دي بتشب عشان تتكلم معاه، هتتجوزوا ازاي دي يا جماعة؟ وبعدين بقى لقيت كريم فهمي بينبهر بريهام عبد الغفور كده اللي هي ام العروسة، وكأنه اول مرة يشوفها. وبيروح يقول لها انت اسمك فيروز صح؟ ايه يا عم، هو انت لسه متقدم للعروسة قبل الفرح بنص ساعة ولا ايه؟ المهم تقريبا كان متقدم لها قبل الفرح بنص ساعة. وبعدين هو ليه بيتكلم كده طول الوقت؟ يعني انا مش فاهمة. وبعدين يعني الفنان كريم بحة ده هو كده هتبقى سكسي يعني. وانا حسيت ان انت بتطلع نار من بقك. وبعدين كريم فهمي هو بيعمل معالجة المسلسل. على فكرة نسيت اقول لكم ان كريم فهمي هو اللي عامل المعالجة الدرامية بتاعة المسلسل، فبيكتب ان كل البنات اللي في المسلسل هيعجبوا بيه. مش عارفة اتخطى حوار صوته ده ازاي، يعني فات عليه. حتى هو بيكشف على العيانين برضه بيقول لهم احنا عندنا ضرس مسوس ومحتاجين نركب مكانه. في مشهد في الحلقة الثالثة عمر بيبوس فيروز حماته من دماغها وبيقول لها انت طيبة قوي يا فيروز. فطبعا هي لو مش طيبة مش هتوافق ان انت تبوسها، يعني جوز بنتها يبوسها بالشكل ده. وراح يحجز مكان عشان يعمل عيد ميلاد مريم، فخرج في ديت مع امها. وراح قال لها انت وعزت عرفتوا بعض ازاي؟ وبتبتدي فيروز تبص له بصات كده تخوف. دي بصه واحده لجوز بنتها يا شيخه حرام عليكي، دي بصه زينه لهركليز، دي حماته يا جماعه، ده متجوز بنتها ازاي يعني؟ مش فاهمه انا. كريم فهمي هو بيكتب يعني خاص للاستاذه راكين سعد اللي هي ياسمين صاحبه مريم واللي اتجوزت ابو مريم. بتتكلم كده، هاي انا ياسمين يا بني ادمين. يعني هو في كده، في يعني مش عارفة. وفي كمان زور خاص للفنان والفنانة هند عبد الحليم اللي طالعة بدور سلمى أو سلمى بودرة، واللي هي طليقة عمر اللي خلفت منه وهو طلقها وهي في المستشفى عشان ابنه اللي في بطنها مات بسبب إدمانها. وقبل ما يشوف القرف اللي أبوه بيعمله ده، ولازم نعترف إن التلات ممثلين هم أحسن 3 ممثلين بتمثل في المسلسل ده.
آه، هما التلاتة دول. وبكده عمر خلى سلمى حامل ومريم حامل وفيروز حامل. ده يا جماعة دكتور خصوبة يا جماعة، مش دكتور أسنان. وبعدين أنا حبيت دور رنا رئيس جدا في مسلسل موضوع عائلي، بس مش الدرجة إن هي تعمل الدور اللي هو في المسلسل ده. وعلى طول هي متعصبة، ليه متعصبة مش عارفة. وبعدين كريم فهمي اللي طالع في المسلسل متجوز عيلة صغيرة، ورمى مراته القديمة في المستشفى، وخان مراته مع حماته، وبيروح للمساعدة بتاعته عشان تحتويه. لما بيقفش حماه بيخون مراته مع راكين سعد، بيتأثر قوي. يعني انت، هو انت شيخ؟ ما انت يعني مقضيها. هو يعني، ولا انت كانت عينك على الراجل برضه ولا ايه؟ انا مش فاهمه يعني الواحد يقول ايه. وبعدين رشدي الشامي اللي هو عزت ابو مريم، مجوز بنته لواحده اكبر منها ب20 سنه، وهو اصلا يعني اكبر من مراته ب20 سنه. ولما حب صاحبة بنته اللي هي أصغر منه ب40 سنة وقرر يتجوزها، يعني مش عارفة. وأمه اللي بتتجوز شباب أصغر منها ب20 و30 سنة. مؤلف المسلسل ده هو اللي مكون أكيد جروب لو أنت من سنها هتشوفك ابنها. نيجي بقى المريم بتعترف إنها حامل من عمر، فبتتصل بأمها اللي هي كمان حامل من عمر، وبتقول لها وهي بتعيط بعد ما اتطلقت منه انها حامل من عمر. فحسيت انا كده ان ريهام عبد الغفور هتقول لها ولا يهمك يا حبيبتي انا كمان حامل من عمر. وعايزين نضحك بقى حبه. المسلسل ده المفروض ما يتعرضش على منصة شاهد ابدا. ده المفروض يتعرض على النيابة. المفروض يتعرض على النيابة. وبعد كده عم عزت راح يتخانق مع كريم وبيقول له طلقتها ليه يا عمر؟ فانا خفت يقول له عشان بحبك هو كمان. لا يا جماعه معلش، انا بهزر في الحته دي. وفي مشهد اسطوري كده، عزت في غرفه في الفندق وبيسال عمر ليه طلق مريم، وبعد كده بيعرف ان في واحده مستخبيه جوه عنده في الحمام اللي هي فيروز، بس هو ما يعرفش ان هي فيروز مراته. بس هو ايه، بيقول له بتخون مريم يا عمر. عمر بص له كده اللي هو واخون ابوها كمان. الناس دي يا نهارك احوس. طب اعمل لها بلوك على الاقل. والاحداث بتجري بسرعه رهيبه جدا. هو في حاجه غلط ولا هي الاوقات النكسه بتعدي بسرعه ولا ايه؟ ونيجي بقى اللحظه الحاسمه، وهي اللحظه اللي بيقف فيها عمر ومريم وفيروز بعد مريم ما بتعرف ان عمر بيخونها وكل عمر ما يقول لمريم اهدي يا حبيبتي، نلاقي الاتنين في نفس الوقت يقولوا مش هاديه. انا قبل ما اشوف المسلسل واحده صاحبتي شرحت لي المشهد ده، فكان عندي فضول اشوفه، فكتبت في جوجل ام وبنتها مع نفس الراجل. طلع لي مشاهد مش كويسه في مواقع مش كويسه. نفس المشهد فيروز بتقول لبنتها حصل غصب عني، فمريم بتقول لها ليه انت وقعتي على سيره. وبغض النظر عن حلاوه او وحاشه الافيه، تخيلوا ده حوار بيدور بين بنت وامها. وبيظهر لنا عمر بيتصل بمستشفى علاج المدمنين عشان يجي ياخدوا سلمى ويعالجوها في المستشفى. وبعدين بتظهر ياسمين وهي بتتفق مع زياد اللي هو ابن اخت عزت. بيتفقوا ان هما ياخدوا المصنع من عزت عشان زياد عارف ان المصنع ده بتاع امه وهو من حقه. لو عجبك الفيديو يا ريت متنساش اشتراك في القناة ولايك وكومنت. سلام.